الصلاة على رسول الله أوصيكم بها يا إخواني. لازم كل واحد فيكم يكون له ورد معلوم يوميا. فيها إيه لما تصلي على النبي 1000 مرة في اليوم؟ إيه 1000 مرة؟ هياخدوا منك قد إيه؟ ما أنت بتقعد قدام النت أو بتقعد قدام المواقع التواصل وبتقعد قدام التلفزيون، بتضيع وقت كبير. يعني 1000 مرة في اليوم، 1000 مرة مش هتاخد منك حاجة، مش هتاخد منك نص ساعة، لأن لو كانت صيغة بسيطة كده مش هتاخد منك حاجة خالص. يعني كان فيما رواه الإمام الديلمي، كان واحد أقبل على رسول الله وكان أبو بكر جنب النبي، فالنبي بش في وجه هذا الرجل استقبله استقبال حافل وأجلسه، ولما مشى أبو بكر بيستغرب: أنت استقبلته يا رسول الله استقبال حافل ليه؟ قال له: هذا الرجل كلما أصبح صلى علي بصلاة الله أو بصلاة الناس أجمع، ده كل يوم يصلي عليه بصلاة أهل الأرض. قال له: إزاي؟ قال: يقول 10 مرات بس، 10 مرات بس يقول: اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك، وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، وصل على سيدنا محمد النبي عدد ما كما ينبغي كما أمرتنا أن نصلي عليه. يقولها 10 مرات. احنا بنقولها طبعا في وردنا، طبعا هي موجودة في وردنا 10 مرات، يكتب له ثواب أهل الأرض جميعا، ثواب أهل الأرض جميعا يكتب لهذا المصلي على النبي بهذه الصيغة. إذن دي بسيطة إنك تقولها 10 مرات، وبسيطة إنك تقول: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه مثلا، أو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وكما يليق بكمالك، مع التصحيح يعني، لأن بعض الناس كان يقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. فبعض إخواننا استشكل كلمة عدد كمال الله وقالوا الكمال الإلهي هل يجزأ؟ ولو إن لها تخريج طبعا. أنا لما سئلت هذا السؤال قلت له: عدد كمال الله في مظاهره، مش الكمال الإلهي الكمال الذاتي، لا، كمال الله المخلوق في الخلق الموجود في مظاهر الخلق، عدد كمال الله، ده التخريج. ولو خدنا الصيغة الثانية: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وكما يليق بكماله. شوف الصيغة دي لو قلتها قولها 100 مرة مثلا، وخد صيغة تانية صغيرة برضك قولها 100 مرة، ممكن تشكل كده عشان ما تملش، ممكن تشكل تختار 10 صيغ من الصلاة على رسول الله. أنا اخترتهم وحتى أعطيتهم لإخواني، يعني عبارة عن صيغ مختصرة، وكل واحد كل صيغة 100 مرة بس، كل صيغة 100 مرة، وانتوا تشوفوا الخير كله والسعادة كلها، ولن ترى حزنا ولن ترى شقاء ولن ترى إلا كل خير وسعادة وأنس بالله وفرح وسرور بالله. بس عليكم بالصلاة على النبي. أنا بقول دي بقى العنوان، عنوان المحبة فعلا، دي عنوان المحبة فعلا. ويدرأ الله بها، زي الشيخ أبو فيد ما بيقول كده: أكثروا من ذكر الكمالات المحمدية فإن ثورات الغضب الإلهي تنطفئ بذكر الكمالات المحمدية. خلي بالكم، دي حقيقة، ثورات الغضب الإلهي تنطفئ بذكر الكمالات المحمدية، بذكر الصلاة على رسول الله. لأن لما بنصلي على النبي إن ربنا بيصلي علينا، ولما ربنا يصلي علينا هيرحمنا، مش هينزل بينا عذاب ولا كارثة ولا مصيبة ولا أي حاجة. اللي بيصلي على النبي بيبقى وجوده رحمة، وجوده بيواجه بكل الخيرات، تبص تلاقي رزقك اتسع. جربوا الصلاة على رسول الله، توجب سعة الأرزاق، توجب محبة الخلق، الناس تحبك، توجب الأنس، الشعور بالسعادة، توجب الطاعة والاستقامة، توجب الإقبال على الله بالكلية، توجب الطريق لمعرفة الصالحين. خلي بالك، ما دام انت بتصلي على النبي لازم ربنا يعرفك سكة الصالحين، لأنك مش هتخش إلا من بابهم برضك، يعرفك سكة الصالحين. وهكذا بقى، قل ما تشاء فأنت فيه مصدق، الحب يقضي والمحاسن تشهد، الحب يقضي والمحاسن تشهد. الصلاة على رسول الله، الصلاة على رسول الله، الصلاة على رسول الله. خلي بالكم، أنا بكررها لأني والله 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 من أقوى ومن أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة وما بينهما. يعني مثلا صيغة من الصيغ بتاعتنا، يعني الشيخ لما وضعها
النبي بشره في المنام، قال له يعني هذه الصيغة أنا يعني أحضر أصحابك عند موتهم. يعني شوف النبي يحضر عند موت المشتغل بالصيغة دي، يحضر عند موته ويسقيه كأسا خاصا من كؤوس التخصيص فلا تخرج روحه إلا على حسن الخاتمة. وأيضا من الصيغ التسليم على رسول الله. خلي بالك التسليم على رسول الله، يعني الشيخ برضك شاف مبشرة رسول الله قال له ايه؟ يعني قال له من جعل وردا من التسليم علي، تقول مثلا في 100 مرة مثلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللي يجعل التسليم قال إذا حضرته الوفاة لم يذق طعما للموت، ربنا يرفع عنه سكرات الموت، يموت ما يحسش ببركة السلام على رسول الله. يعني في لمحة روحه تطلع من غير ما يشعر بألم ولا من غير ما يشعر. يا أخوانا احنا عندنا كنوز بس لسه ما نقبناش عليها، أو نقبنا عليها ولكن لم يأتي أربابها، لم يأتي أصحاب القسمة فيها. فأنا بقول لكم دلوقتي، ويمكن ربنا ألهمني الكلام ده علشان جه وقته إن احنا البلاد بتمر بأزمات عاوزين الأزمات تزول، صلوا على النبي. عاوز مشاكلك في البيت تزول، مشكلتك مع زوجتك مع أولادك مع الناس بره، صلي على النبي وانت تشوف. أنا ما بقولش الكلام ده إلا ليكون محقق النتائج، نتائج محققة والله، والله نتائج محققة. فأنا بهديكم، هذه هدية، دي هدية فاعملوا بها وخذوا بها، لأن أنا والله 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 أرجو لكم الخير كلكم بدون استثناء، وأرجو لكم السعادة بدون استثناء. كلكم أرجو لكم السعادة والقبول والإقبال من الله عليكم، فاستمسكوا بهذا الأمر. إن شاء الله ستجدون الفرج والفرح والسرور والسعادة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله.